يا ستات يا حلوين، يا رب تكونوا بخير وقلوبكم مطمنة. قبل ما نكمل، لو الكلام ده بيلمس حاجة جواكي، اعملي اشتراك في القناة علشان نفضل مع بعض خطوة خطوة ومن غير ضغط. خلينا نبدأ بهدوء. ازاي توفري من غير ما تحسي انك أقل من غيرك؟ أنا عارف الإحساس ده كويس. عارف انك أحيانا تبصي حواليكي وتحسي ان كل الناس بتجري اللي قدام، وانتي واقفة بتحسبي، بتفكري، وبتحاولي تمسكي العصاية من النص. بس خليني أقولك كلمة من القلب، انتي مش أقل، انتي واعية. خدي نفس عميق كده. التوفير مش ضعف، التوفير وعي. وعي إنك مش ماشية ورا اللحظة، ولا ورا المقارنة، ولا ورا ضغط الناس. في ستات كتير قوي بتصرف، مش عشان محتاجة، لكن عشان ما تحسش إنها أقل من اللي حواليها. تشتري وتدفع وتضحك قدام الناس، وبعدها تدخل أوضتها والقلق يجي معاها. انت لما تختاري التوفير، انت بتختاري راحة بالك. خلينا نغير المفهوم شوية. القيمة مش في اللي معاكي، القيمة في إدارتك للي معاكي. مش في لبسك ولا موبايلك ولا خروجاتك، القيمة في إنك عارفة انت بتعملي ايه وليه. أول خطوة في التنمية هنا، ابعدي عن المقارنة. المقارنة بتهد النفس من غير ما تحسي. كل واحدة ليها ظروفها، اللي قدامك باين قوي، بس انت مش شايفة اللي وراه ولا اللي هي مستعدة تضحي بيه. تاني خطوة، حولي التوفير من إحساس نقص لإحساس اختيار. ما تقوليش أنا مضطر أوفر، قولي أنا مختارة أرتب حياتي. الكلام ده بيفرق نفسياً أكتر ما تتخيلي. تالت حاجة، اعملي لنفسك حدود صحية. مش كل حاجة على السوشيال ميديا لازم تعمليها، ولا تعيشيها، ولا تثبتي إنك قادرة عليها. انت مش في منافسة، انت في رحلة. رابع نقطة مهمة قوي، اسمحي لنفسك بالفرح حتى وانت بتوفري. الحرمان الكامل بيكسر النفس، لكن الفرحة الصغيرة المحسوبة بتكمل الطريق. خليكي فاكرة دايما، اللي بتوفر النهاردة هي اللي بكرة واقفة ثابتة، مش متلخبطة، مش محتاجة حد، ولا خايفة من بكرة. انتي مش أقل من حد، انتي بتختاري نفسك وبتختاري الأمان، وده اختيار ناس قوية مش ضعيفة. لو الكلام ده لمس قلبك، اعملي لايك واشتركي في القناة علشان نكمل المشوار سوا بهدوء ومن غير ما نكسر نفسنا. ربنا يريح قلبك ويبارك لك في اللي معاكي، ويخلي دايما اختيارك لنفسك.